السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي، تعالوا مع بعض نعمل مراجعة لشهر أكتوبر 2023 للمنهج الجديد بتاعنا السنة دي. احنا هنبدأ درس درس وهناخد كل درس بالمراجعة بتاعته. هنبدأ الدرس الأول وهو موقع وطننا العربي. أول سؤال: أكمل العبارات الآتية. يقع الوطن العربي وسط قارات العالم. أيوة، أنا قسمت العالم قديم وجديد، يبقى ده قارات العالم الثلاثة اللي هم القديم، اللي هم آسيا وأفريقيا وإيه وأوروبا. نمرة اتنين: تمتد أراضي الوطن العربي عبر قارتين. قارة إيه وقارة إيه؟ برافو عليك، قارة آسيا وقارة أفريقيا. نمرة تلاتة: يحد الوطن العربي من الشمال. شمال الوطن العربي البحر إيه وجبال إيه؟ طبعا البحر المتوسط. أيوة برافو عليك، وجبال طروس. نمرة أربعة: يحد الوطن العربي من الجنوب. جنوب الوطن العربي محيط ايه والبحر ايه والصحراء ايه؟ طبعا هيقول لي المحيط الهندي، برافو عليك، وبحر العرب او البحر العربي والصحراء الكبرى. نمرة خمسة: يحد الوطن العربي من الغرب المحيط ايه؟ غرب الوطن العربي المحيط ايه؟ طبعا الغرب المحيط الأطلنطي. تعال بقى نكمل السؤال رقم ستة. يحد الوطن العربي من الشرق جبال ايه وجبال ايه وخليج ايه والخليج ايه؟ طبعا عندي خليجين وجبلين، يبقى جبال كردستان وزاجرس والخليج العربي وخليج عمان. يبقى من الشرق جبال كردستان وزاجرس والخليج العربي وخليج عمان. تبلغ مساحة الوطن العربي نحو نقط مليون كيلومتر مربع. مساحة الوطن العربي كم مليون كيلومتر مربع؟ برافو عليك، 13 مليون. نمرة 8: عدد دول الوطن العربي كام دولة؟ بيجمعهم ايه وايه وثقافة مشتركة؟ طبعا هم 22 دولة. برافو عليك، انا سامع اللي بيقول 22. وفي 12 في الجناح الاسيوي و10 في الجناح الافريقي. بيجمعهم مكان واحد ولغة واحدة وتاريخ واحد وثقافة مشتركة. يبقى يجمعهم هم 22 لغة واحدة ومكان واحد. نمرة 9: تقع نقط دولة في الجناح الاسيوي. لسه قايلين كام دولة؟ 12. وكام دولة في الجناح الافريقي؟ 10. يبقى 12 في الجناح الآسيوي و10 في الجناح الأفريقي.
الكعبة المشرفة وكنيسة القيامة والجامع الأزهر. نمرة 16، قامت على أرض الوطن العربي أقدم الحضارات. احنا قلنا الوطن العربي قامت عليه حضارات عريقة قديمة جدا، زي الحضارة إيه القديمة وحضارة بلاد إيه القديمة. طبعا الحضارة المصرية القديمة، برافو عليك، أنا سامع اللي بيتكلم ده وبيقول لك كمان حضارة بلاد العراق القديم. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي 17، المضيق هو ممر مائي. ما انا عارف ان المضيق ده ممر مائي. طب يا جماعة ركز كده شوية، هو ضيق ولا واسع؟ لا ضيق، بيصل بين المسطحين المائيين، يبقى هو ممر مائي ضيق. نمرة 18، اللغة ايه والدين ايه سببين في التراث الثقافي المشترك. اكيد بين الوطن العربي فيه لغة واحدة وفي اغلبيتنا دين واحد، يبقى اللغة العربية والدين الاسلامي. نمرة 19، تواصلت الشعوب العربية مع بعضها البعض من خلال التبادل ايه وايه؟ ايوه برافو عليك، التبادل التجاري والتبادل الثقافي. يبقى التبادل التجاري تجاريا وثقافيا. تعال نشوف سؤال جديد. يضم أماكن مقدسة ذات أهمية دينية كبيرة زي الكعبة المشرفة في مكة وكنيسة القيامة في فلسطين والأزهر الشريف في مصر. طيب الأهمية الثقافية والحضارية، الوطن العربي له أهمية ثقافية وحضارية أو قامت فيه حضارات، يبقى قامت على أرضه أقدم الحضارات في العالم مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم. تعالى بقى نخش على سؤال كمان وهو السؤال رقم 3، دلل على صحة العبارات الآتية. هنا يعني ايه السؤال؟ يعني بيقول لي هات دليل على ان العبارة دي صحيحة. العبارة صحيحة فعلا. طب الدليل قول لي صحيحة ازاي يعني؟ يشرف الوطن العربي على العديد من مسطحات المياه المهمة، لسه قايلين يشرف على البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي، ودي بحار تجارية مهمة. يبقى هقول كده يشرف على بحار ذات أهمية تجارية مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. تعال نشوف السؤال التاني. قامت العديد من الحضارات على أرض الوطن العربي. يا مستر ده احنا حفظناها دي. قامت على أرض الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق. يبقى قامت على أرض أقدم الحضارات في العالم مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم. تعال نشوف سؤال تاني وهو بيقول لي السؤال رقم 4، اكتب كلمة صح أو كلمة خطأ أمام كل عبارة. تمتد أراضي الوطن العربي عبر قارتين آسيا وأفريقيا. أيوة يا مستر، ما هو في آسيا وأفريقيا، جزء في آسيا الجناح الآسيوي والجناح الأفريقي، يبقى صح. 2، يحد الوطن العربي من جنوب المحيط الهادي والبحر العربي. المحيط الهادي ما قلناش المحيط الهادي ده خالص خالص، ما قلنا الهندي وقلنا الأطلنطي، لكن المحيط الهندي جنوب الوطن العربي مش المحيط الهادي، يبقى غلط، خطأ. نمرة 3، توجد الكعبة المشرفة في فلسطين. الكعبة في فلسطين، الكعبة في مكة، كنيسة القيامة في فلسطين، يبقى إذن العبارة خطأ. نمرة 4، من أهم الأماكن المقدسة في مصر الجامع الأزهر. احنا قلنا من أهم الأماكن المقدسة المهمة الدينية في مصر الجامع الأزهر، يبقى العبارة صح. 5، عدد دول الوطن العربي 12 دولة. يا عم ده هما 22، 12 في الجناح الآسيوي و10 في الجناح الأفريقي، يبقى كده العبارة خطأ. تعد السعودية أكبر الدول العربية مساحة. احنا قلنا أكبر دولة عربية مساحة مين؟ الجزائر، برافو عليك. وأصغر دولة البحرين، يبقى العبارة دي إيه؟ خطأ. نمرة 7، الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض.
احنا قلنا الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. يبقى كده التعريف ده غلط، لان ده التعريف مش الموقع الجغرافي، ده الموقع الفلكي، يبقى خطأ. نمرة 8، الوطن العربي موطن الديانات السماوية الثلاثة. موطن يعني مكان، مهد، المكان اللي نزل فيه الديانات السماوية الثلاثة. العبارة صحيحة لأن اللي نزل فيه الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية. نمرة 9، توجد الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. كعبة في مكة، أيوة، مش في فلسطين يعني، لا، يبقى الكعبة في مكة بالعبارة صحيحة. نمرة 10، المضيق ممر مائي واسع يصل بين مسطحين مائيين. مضيق ممر مائي واسع ولا ممر مائي ضيق؟ لا، هو ممر مائي ضيق، يبقى كده العبارة خطأ. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، السؤال الخامس، ما النتائج التي ترتبت على تحكم الوطن العربي في ممرات بحرية مهمة؟ ممرات بحرية يعني مضيق جبل طارق وباب المندب وهرمز وقناة السويس. أدى لإيه؟ تحكمه في أهم الطرق التجارية العالمية طبعا، وزيادة أهمية موقع الوطن العربي الاقتصادية. زيادة أهمية موقع الوطن العربي الاقتصادية. طيب تعال نشوف سؤال كمان، وهو السؤال رقم 6، اختار الإجابة الصحيحة. اختار الإجابة الصحيحة. يحد الوطن العربي من الجنوب المحيط ايه؟ هل الأطلنطي ولا الهندي ولا القطبي ولا الهادي؟ طبعا الوطن العربي من الجنوب المحيط ايه؟ برافو عليك، المحيط الهندي. المحيط الهندي. تعال نشاور عليه كده مع بعض. المحيط الهندي. طب السؤال اللي بعد كده، يبلغ عدد دول الوطن العربي نقط دولة يجمعهم تاريخ ولغة وثقافة مشتركة. يا ترى 12 ولا 10 ولا 22 ولا 24؟ طبعا الوطن العربي 22 دولة. 22 دولة. نمرة 3، يمر بأراضي مصر أهم ممر بحري مهم بالنسبة للتجارة. ايه يا ترى اللي بيمر بمصر؟ مضيق هرمز ولا مضيق باب المندب ولا مضيق جبل طارق ولا قناة السويس؟ طبعا اللي بيمر بمصر وأهم ممر ملاحي عالمي هي قناة السويس. قناة السويس. قناة السويس هي أهم ممر ملاحي عالمي. نمرة 4، قامت على أرض الوطن العربي أقدم الحضارات في العالم مثل الحضارة القديمة. إيه الحضارة القديمة اللي قامت في مصر؟ طبعا هي الحضارة المصرية القديمة. الحضارة المصرية القديمة. تعالى نحل تاني، نقول بسرعة. الوطن العربي من الجنوب بيحده المحيط الهندي. عدد دول الوطن العربي 22 دولة. يمر بأراضي مصر قناة السويس. قامت على أرض الوطن العربي أقدم الحضارات وهي الحضارة المصرية القديمة. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، وهو السؤال رقم 5. بيقول لي ايه السؤال رقم 5؟ بيقول لي يقع الوطن العربي وسط قارات العالم نقط الثلاثة. هل الجديد ولا القديم ولا الحديث ولا المتقدم؟ طبعا الوطن العربي يقع وسط قارات آسيا أفريقيا أوروبا، يبقى دي قارات العالم ايه؟ أيوه، القديم. القديم. نمرة 6، يحد الوطن العربي من شمال البحر المتوسط وجبال ايه؟ هل مش شمال أطلس ولا كردستان ولا زاجرس ولا طروس؟ طبعا جبال ايه؟ برافو عليك، جبال طروس. جبال طروس. نمرة 7، يحد الوطن العربي من الغرب المحيط ايه؟ ايوه، انا سامع الاجابة اللي بيقول المحيط الاطلنطي. الاطلنطي من الغرب، لكن الهندي ده من الجنوب. نمرة 8، يحد الوطن العربي من شرق جبال كردستان ومن شرق جبال كردستان وجبال، ايوه برافو عليك، وجبال زاجرس. وجبال زاجرس. نمرة 9، بيقول لي تبلغ مساحة الوطن العربي نحو نقط مليون كيلومتر. مساحة الوطن العربي طبعا كام مليون؟ ايوه برافو عليك، 13 مليون كيلومتر مربع. نمرة 10، تعد نقط اكبر دولة عربية في المساحة. اكبر دولة عربية احنا قلنا مين؟ ايوه برافو، الجزائر. واصغر دولة البحرين. نمرة 11،
اصغر دول الوطن العربي مساحة دولة ايه؟ طبعا لسه قايلينها، اصغر دولة في المساحة هي دولة البحرين. نمرة 12، موقع المكان بالنسبة لليابس والماء هو الموقع. هل هو الموقع الجغرافي ولا الفلكي ولا الطبيعي ولا التضاريسي؟ طبعا موقع المكان بالنسبة لليابس والماء هيبقى الموقع ايه؟ برافو عليك، الموقع الجغرافي. الجغرافي. نمرة 13، توجد كنيسة القيامة فيه. هل في فلسطين ولا مكة المكرمة ولا القاهرة ولا المدينة المنورة؟ كنيسة القيامة موجودة فين؟ برافو عليك، في فلسطين. في فلسطين. كده خلصنا الدرس الأول. تعالى بقى نخش على الدرس التاني. الدرس التاني بيقول لي ايه؟ طبعا بنتكلم عن ظهور الإسلام في وطننا العربي. أكمل العبارات الآتية: ولد محمد في نقط المكرمة. رسوله اتولد فين؟ أيوة برافو عليك، في مكة المكرمة. نمرة 2، سمي عام 570 ميلاديا بعام ايه؟ أيوة عام الفيل، لأن أبرهة الحبشي حاول هدم ايه؟ هدم الكعبة. برافو عليك، بجيش من الفيلة، لكن الله حفظ بيته. نمرة 3، ولد الرسول نقط حيث توفى والده قبل مولده. يبقى لما يتوفى والده نقول ولد ايه؟ ايوه يتيما. نمرة 4، توفيت والدة الرسول السيدة ايه؟ اسمها ايه؟ ام الرسول، وهو في نقط من عمره، عنده كام سنة؟ طبعا توفيت السيدة امينة بنت وهب، والرسول عنده 6 سنين، يعني في السادسة من عمره. تعال نشوف سؤال كمان. السؤال رقم 5، بعد وفاة والدة الرسول اهتم برعايته جده مين؟ مين جده اللي اهتم برعايته؟ برافو عليك، جده عبد المطلب. نمرة 6، توفى جد الرسول والرسول في سن الكام؟ جده توفى وهو عنده كام سنة؟ ايوه برافو عليك، في السن الثامنة. الرسول عنده 8 سنين يعني. اهتم برعاية الرسول بعد وفاة جده عمه اسمه ايه؟ ايوه ابو طالب. نمرة 8، عاش الرسول في بيت عمه ولم يرد أن يكون عبئا عليه فعمل فيه. طبعا هو عمل براعي الأغنام عشان مبقاش عبء على عمه، يبقى عمل بالراعي، راعي الأغنام. نمرة 9، استمر الرسول في حرفة راعي الأغنام، بعد كده عمل بإيه؟ أيوة برافو عليك، عمل بالتجارة. نمرة 10، اشتهر بالصدق والأمانة فلقب بإيه؟ أيوة الصادق الأمين. تزوج الرسول من السيدة مين رضي الله عنها؟ مين السيدة اللي تزوج منها؟ السيدة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد. نمرة 12، كان الرسول يخلو بنفسه في غار ايه ليفكر ويتأمل في ايه؟ الغار اللي كان بيخلو فيه يقعد فيه مع نفسه ده كان اسمه غار ايه؟ برافو عليك، غار حراء، يتأمل في الكون. كانت أول كلمة يتلقاها الرسول من الوحي لما نزل عليه سيدنا جبريل هي إيه؟ أيوة برافو عليك، اقرأ. 14، نزل نقط عليه السلام برسالة الإسلام على سيدنا محمد وهو في سن الكام؟ نزل عليه وهو في سن الكام سنة؟ نزل سيدنا جبريل، يبقى جبريل وهو في سن، وسيدنا محمد في سن 40، يبقى نزل عليه بالرسالة سيدنا جبريل. كان عنده كام سنة؟ كان عنده 40 سنة. نمرة 15، نزل الوحي على الرسول في غار حراء في مكة في إحدى ليالي شهر. يبقى الوحي نزل عليه في غار حراء في يوم من أيام شهر إيه؟ برافو عليك، شهر رمضان. نمرة 16، كان نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية هو نظام إيه؟ أيوة برافو عليك، النظام القبلي. 17، كانت شبه الجزيرة العربية عبارة عن قبائل متفرقة لكل قبيلة نقط يحكمها. أيوة كل قبيلة إيه يحكمها؟ حاكم القبيلة كان بيتقال عليه إيه؟ برافو عليك، شيخ القبيلة. تعال نشوف السؤال 18 بيقول لي ايه؟ كانت قبيلة نقط في مكة من اشهر القبائل العربية. قبيلة ايه اشهر قبيلة في مكة؟ طبعا قبيلة قريش. نمرة 19، كانت حرفة نقط هي الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية. الحرفة السائدة يعني الحرفة المنتشرة بين الناس.
حرفة الرعي. نمرة 20 عرف عرب شبه الجزيرة العربية الصناعات الخفيفة. ايه الصناعات اللي عرفوها؟ صناعة ايه وايه وايه؟ اديني 3 صناعات. ايوه، السيوف والرماح والأواني الفخارية. السيوف والرماح والأواني الفخارية. نمرة 21 اشتغل العرب بالتجارة، وكانت أشهر الرحلات التجارية رحلة الشتاء إلى إيه ورحلة الصيف لإيه؟ أيوة، في ناس بتلخبط في الرحلتين دول. الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. نمرة 22 عرف العرب البلاغة وحب حب الشعر. يبقى البلاغة وحب الشعر. من عادات العرب الحسنة قبل الإسلام، اديني 2 من العادات الحسنة. طبعا كان في الشجاعة والكرم والوفاء بالعهد، يبقى الشجاعة والكرم. نمرة 24 من العادات السيئة عند العرب قبل الإسلام. طبعا من العادات السيئة، أيوة برافو عليك، أنا سامع اللي بيقول وأد البنات وشرب الخمر والأخذ بالصقر. وأد البنات وشرب الخمر والأخذ بالصقر. نمرة 25 مرت الدعوة للإسلام بكم مرحلة؟ الدعوة إيه والدعوة إيه؟ مرحلة بناء إيه وصد أذى المشركين، ومرحلة إيه والدعوة إيه للإسلام؟ نبدأ واحدة واحدة. مرت الدعوة بكم مرحلة؟ 4. الدعوة إيه أول حاجة؟ السرية، والتانية الجهرية، ومرحلة بناء الدولة وصد أذى المشركين، ومرحلة الفتح والدعوة العالمية للإسلام. تاني، مرت ب4 سنوات. الدعوة الأولى السرية، التانية الدعوة الجهرية، مرحلة بناء الدولة، صد أذى المشركين، مرحلة الفتح، والدعوة العالمية للإسلام. يبقى الدعوة مرت بكم مرحلة؟ 4 مراحل. بدأ رسول الدعوة السرية لتجنب أذى مين؟ تجنب أذى المشركين، طبعا أذى قريش، واستمرت لمدة كم سنة؟ 3 سنوات. يبقى تجنب أذى المشركين واستمرت 3 سنوات. نمرة 27 حاربت قريش دعوة الرسول خوفا على ايه بين القبائل؟ هي كانت خايفة على ايه؟ ايوه برافو عليك، خوفا على مكانتها التجارية، طبعا مكانتها. تعال نشوف سؤال جديد، وهو السؤال رقم 28. عرضت قريش على الرسول ايه وايه مقابل تركه لهذا الدين؟ وقامت بمقاطعة وايه المسلمين. عملت ايه معاهم كمان غير المقاطعة؟ يبقى عرضت عليه، برافو عليك اللي بيقول لي عرضت عليه حاجتين، برافو، المال والزعامة. قال له خد فلوس وخليك زعيم علينا، لكن رفض طبعا. وقامت بمقاطعة وحصار المسلمين، حصروا المسلمين وفرضوا عليهم حصار. قرر كفار قريش فرض الحصار على المسلمين، فكتبوا ايه؟ تضمنت قرارات جائرة، قرارات ظالمة، وعلقوها فين؟ كتبوا قرارات، ايوه كتبوا حاجة اسمها صحيفة. يبقى كتبوا صحيفة تضمنت قرارات جائرة بحق المسلمين وعلقوها في الكعبة. طيب، امر الرسول اصحابه بالهجرة الى ايه؟ الى ايوه الى الحبشة، لان لما بدأ يزيد اذى المشركين امرهم بالهجرة للحبشة. يقول لي هاجر المسلمين الاوائل للحبشة لان بها ملك ايه لا يظلم عنده احد. ايوه، ملك ايه؟ ملك عادل. نمرة 32 لجأ الرسول لنشر دعوته بين القبائل العربية لتفد لمكة في موسم ايه؟ في موسم الحج. واستجابت له وفود من اهل مين؟ اول ناس استجابوا له من اهل ايه؟ من اهل يثرب، برافو عليك. تعالوا نخش على سؤال جديد، وهو السؤال الثاني. بما تفسر تسمية العام الذي ولد فيه الرسول بعام الفيل؟ لأن أبرهة الحبشي، أبرهة ده كان من بلاد الأحباش اللي هي دلوقتي أثيوبيا، حاول هدم الكعبة بجيش من الفيلة، لكن الله حفظ بيته. يعني معرفش يهدم البيت، معرفش يهدم الكعبة، والله أهلك أبرهة. هجرة المسلمين للحبشة، ليه هاجروا للحبشة؟ لأن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. حاربت قريش دعوة الرسول منذ اللحظة الأولى، ليه حربت دعوة الرسول؟ طبعا خوفا على مكانتها بين القبائل. كان الرسول يخلو بنفسه في غار حراء. يخلو بنفسه ليه؟ ليفكر ويتأمل في الكون وقدرة الله سبحانه وتعالى.
السؤال الخامس: كان نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية النظام القبلي. أيوة، لأن ما كانش فيه وحدة بين شبه الجزيرة العربية، كان كلها نظام قبائل وكل قبيلة لها شيخ، لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل قبيلة شيخ يحكم. نمرة 6: شهرة قبيلة قريش بالتجارة، لأنها كانت مشهورة برحلتين. فاكر الرحلتين؟ أيوة، رحلة الشتاء لليمن ورحلة الصيف إلى الشام. يبقى بسبب رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. نمرة 7: بدأ الرسول دعوته بالدعوة السرية. ليه بدأ الدعوة سرية وقعدت 3 سنين؟ لتجنب أذى قريش، لأن كان عارف إن قريش هتأذيه. أمر الرسول أصحابه بالهجرة للحبشة. ليه؟ قلنا لأن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. تعال نخش على سؤال جديد، وهو اكتب صح أو اكتب كلمة صح أو كلمة خطأ أمام كل عبارة. كانت الحرفة السائدة قبل الإسلام عند العرب الزراعة. يا مستر احنا لسه قايلين الراعي، يبقى كده السؤال ده ايه؟ العبارة دي ايه؟ خطأ. 2: من العادات السيئة للعرب قبل الإسلام شرب الخمر. أيوة، ما هي دي عادة سيئة، يبقى صح. 3: من أشهر الرحلات التجارية الشتاء لليمن والصيف للشام. طبعا الشتاء لليمن والصيف للشام بالعبارة صحيح. نمرة 4: قام برعاية الرسول بعد وفاة أمه عمه أبو طالب. احنا قلنا بعد وفاة أمه مين اللي رعاه؟ جده عبد المطلب، يبقى كده العبارة خطأ. ولد محمد في مكة المكرمة 12 من شهر ربيع الأول عام 570 ميلاديا. الرسول اتولد في مكة 12 ربيع عام 570 ميلاديا. أيوة صح، وهو العام المعروف باسم عام ايه؟ الفيل. تعال نشوف السؤال رقم 6 بيقول ايه. ولد الرسول يتيما حيث توفى والده بعد مولده. طبعا خطأ، لأن بيقول لي بعد مولده، لا هو توفى قبل مولده. نمرة 7: توفيت والدة الرسول السيدة أمينة بنت وهب وهو في الثامنة من عمره. أم الرسول أمينة بنت وهب توفت وعنده 8 سنين. العبارة صح ولا خطأ؟ طبعا غلط، لأنه هو توفت وعنده 6 سنوات. نمرة 8: بعد وفاة والدة الرسول اهتم برعايته عمه عبد المطلب. هو عمه ولا كان جده؟ طبعا جده مش عمه. توفى جد الرسول والرسول في سن العاشرة. لما جده توفى كان الرسول عنده 10 سنين، لا كان عنده 8 سنوات، يبقى خطأ. تزوج الرسول من السيدة خديجة رضي الله عنها. أيوة تزوج منها، يبقى العبارة صح. 11: كان الرسول يخلو بنفسه في غار ثور ليفكر ويتأمل في الكون. هو غار ثور يا شباب ولا غار حراء؟ أيوة أنا سامع اللي بيقول غار حراء، يبقى خطأ. 12: نزل الوحي على الرسول وهو في سن 30. الوحي نزل على الرسول وهو عنده 30 سنة. لا عنده 40 سنة، يبقى خطأ. 13: نزل الوحي على الرسول في إحدى ليالي شهر شعبان. شعبان ولا رمضان؟ أيوة رمضان، يبقى خطأ. 14: كان نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية هو النظام القبلي. لا يا مستر مش القبلي. أيوة يا ابني القبلي، مش كنا بنقول كان قبائل وكل قبيلة لها شيخ؟ أيوة يا مستر صح. يبقى ال 14 دي ايه؟ صح ولا غلط؟ النظام الحكم. أيوة نظام قبلي، يبقى العبارة صحيحة. تعال نشوف السؤال رقم 15. بيقول لي كانت قبيلة قريش في مكة من أشهر القبائل العربية. صح ولا غلط؟ طبعا أشهر قبيلة عربية كانت قبيلة قريش، يبقى العبارة صحيحة. نمرة 16: كانت حرفة التجارة هي الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية. يعني ايه الحرفة السائدة؟ يعني هي أهم حرفة في شبه الجزيرة العربية.
طبعا السائدة يعني المنتشرة بين السكان. طب هي التجارة ولا الراعي؟ طبعا الراعي، يبقى كده العبارة خطأ. نمرة 17، أشهر الرحلات التجارية رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. طبعا الشتاء لليمن والصيف للشام، يبقى كده العبارة مالها؟ العبارة صحيحة. نمرة 18، مرت الدعوة للإسلام بثلاث مراحل للدعوة. ثلاث مراحل ولا أربعة؟ قلنا أربع مراحل، يبقى كده العبارة دي خاطئة، لأن مرت الدعوة بأربع مراحل. نمرة 19، استمرت الدعوة السرية لمدة 4 سنين. 4 سنين، 4 سنوات الدعوة السرية؟ قال لي لأ، 3 سنوات، يبقى كده العبارة خطأ. نمرة 20، أمر الرسول أصحاب المسلمين الأوائل بالهجرة للحبش. أول مرة الرسول يأمر أصحابه بالهجرة للحبشة لما بدأ إيذاء قريش للمسلمين، ده في الهجرة الأولى، يبقى كده العبارة صحيحة. تعال نشوف سؤال جديد، سؤال رقم 4، صوب ما تحته خط. كان النظام السياسي السائد في شبه الجزيرة العربية هو النظام الملكي. احنا قلنا النظام السائد كان النظام ايه؟ القبلي، يبقى كده هصوب بدل النظام الملكي هقول النظام القبلي. نمرة 2، أشهر الرحلات التجارية رحلة الشتاء للشام. طبعا هي رحلة الشتاء كانت لإيه؟ لليمن، يبقى بدل الشام هقول له لليمن. نمرة 3، ولد الرسول في مدينة يثرب. هو ما اتولدش في يثرب، يبقى أنا هصوب يثرب وأقول ولد في مكة. نمرة 4، من العادات الحسنة قبل الإسلام وأد البنات. طب يبقى حسنة هقول الشجاعة وهقول الكرم.
تعال نخش على سؤال تاني وهو السؤال رقم 11. تولى عمر بن الخطاب الخلافة لمدة كام سنة؟ طبعا عمر تولى الخلافة لمدة 10 سنوات. نمرة 12. من أعمال عمر بن الخطاب وضع التقويم، أيوة، اللي بيبدأ بهجرة الرسول من مكة للمدينة، يبقى اسمه التقويم الهجري. نمرة 13. استكمل عمر بن الخطاب الفتوحات الإسلامية، فتح بلاد إيه وبلاد إيه وإيه وإيه؟ هو فتح بلاد فارس وبلاد العراق والشام ومصر. يبقى فتح بلاد فارس وبلاد العراق والشام ومصر. فارس والعراق والشام ومصر. نمرة 14. أنشأ عمر بن الخطاب عدة دواوين، ديوان إيه وديوان إيه، وعمل ديوانين كانوا مشهورين قوي، ديوان إيه وديوان إيه؟ أيوة، ديوان الجند وديوان بيت المال. نمرة 15. تولى عثمان بن عفان الخلافة لمدة كام سنة بعد عمر؟ طبعا لمدة 12 عام، لأن أبو بكر 2.5 وعمر 10 وعثمان 12. نمرة 16. من أعمال عثمان بن عفان كتابة القرآن في نقط واحد، أيوة برافو عليك اللي بيقول في مصحف ده، وتوزيعه على البلاد الإسلامية حتى تتوحد قراءة القرآن في كل بلاد العرب والبلاد اللي تم فتحها. يبقى مصحف واحد حتى تتوحد قراءة القرآن الكريم في كل بلاد العرب والبلاد اللي تم فتحها. نمرة 17. أمر عثمان بن عفان بإنشاء أول نقط بحري أو الأسطول، برافو عليك، في الإسلام لتأمين حدود إيه وإيه؟ مصر والشام من هجمات الروم، برافو عليك. نمرة 18. قام عثمان بن عفان بتوسيع نقط النبي، طبعا هو وسع مسجد النبي واشترى بئر روما وجعله وقف للمسلمين، واشترك في العديد من الغزوات ما عدا غزوة واحدة وهي غزوة بدر لانشغاله بمرض زوجته السيدة رؤية ابنة الرسول. نقول تاني، قام عثمان بن عفان بتوسيع مسجد النبي واشترى بئر روما وجعله وقف للمسلمين، واشترك في العديد من الغزوات فيما عدا غزوة بدر لانشغاله بمرض زوجته السيدة رقية. خش على السؤال رقم 19. تولى علي بن أبي طالب الخلافة لمدة كام سنة؟ طبعا 5 سنوات، 5 سنوات. نمرة 20. نقل علي بن أبي طالب مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة في العراق ليسهل له طبعا الانتقال بين أرجاء الدولة الإسلامية. يبقى نقل الخلافة، مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة في العراق ليسهل عليه الانتقال بين أرجاء الدولة الإسلامية لأن الدولة كانت اتسعت. نمرة 21. قام علي بن أبي طالب بتنظيم نقط للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، طبعا تنظيم، برافو عليك اللي بيقول تنظيم الشرطة، وعين رئيس للشرطة أطلق عليه اسم صاحب الشرطة، وعين شرطة لحراسة بيت المال والسجن. نمرة 22. استشهد علي بن أبي طالب عام، برافو عليك، 40 هجريا، وبكده انتهى عصر نقط الراشدون، طبعا عصر الخلفاء الراشدون. تعال نخش لسؤال تاني. بما تفسر لماذا أرسل أبو بكر الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية؟ لماذا أرسل الجيوش خارج شبه الجزيرة العربية؟ أيوة برافو عليك اللي بيقول لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية. خد السؤال التاني بقى، بيقول لك إيه؟ لماذا أنشأ عثمان بن عفان أول أسطول بحري في الإسلام؟ طبعا لتأمين حدود مصر والشام من هجمات الروم. لماذا اهتم الخليفة علي بن أبي طالب بتنظيم الشرطة؟ ليه اهتم بتنظيم الشرطة؟ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. لماذا تم اختيار أبو بكر الصديق خليفة في البداية؟ يعني أبو بكر أول خليفة، ليه تم اختياره؟ أول من آمن برسول الله، يعني أول من آمن من الرجال، شاركوا في جميع فتوحاته وجعله رسول إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه. تعالى السؤال اللي بعد كده نشوف السؤال بيقول إيه. نمرة 5. إرسال أبو بكر جيش أسامة بن زيد الذي جهزه الرسول قبل وفاته للشام. ليه أبو بكر بعت الجيش؟ طبعا لمحاربة الروم وتأمين حدود الدولة الإسلامية. السؤال السادس. كتابة عثمان بن عفان القرآن الكريم في مصحف واحد وتوزيعه على كل البلاد الإسلامية. ليه عثمان جمع القرآن كله في مصحف واحد؟
حتى تتوحد قراءة القرآن في كل البلاد العرب والبلاد التي تم فتحها، عشان قراءة القرآن كلها تبقى متوحدة. نمرة 7، قيام عثمان بن عفان بالعديد من الفتوحات. ليه عمل فتوحات؟ لتأمين حدود الدولة الإسلامية. نمرة 8، نقل علي بن أبي طالب مقر الخلافة من المدينة المنورة للكوفة. ليه علي نقل مقر الخلافة؟ ليسهل عليه الانتقال بين أرجاء الدولة الإسلامية، طبعا بعد اتساع الدولة. نمرة 9، تنظيم علي بن أبي طالب للشرطة. ليه علي نظم الشرطة؟ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. تعال نشوف السؤال التالت هيقول ايه. السؤال بيقول: ما النتائج التي ترتبت على حروب الردة؟ طبعا استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم، وقيام أبو بكر الصديق بجمع القرآن. تعالى السؤال التاني: ارسل أبو بكر الصديق الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية. لما أبو بكر بعت الجيوش نتج عن كده ايه؟ نشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية، زي ما تفسر بالظبط. طيب، فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب نتج عن كده ايه؟ بناء مسجد عمرو بن العاص. تعال نشوف السؤال الرابع. اكتب كلمة صح او كلمة خطأ امام كل عبارة. ثالث الخلفاء الراشدين هو الخليفة علي. طبعا علي الرابع، يبقى كده العبارة خطأ. 2، استشهد عمر بن الخطاب في عام 25 هجريا. عمر استشهد وتولى 13 واستشهد 23، يبقى العبارة خطأ. وضع أبو بكر الصديق التقويم الهجري. اللي حط التقويم الهجري عمر بن الخطاب، يبقى خطأ. نمرة 4، اشترك عثمان بن عفان في العديد من الغزوات ما عدا غزوة أحد، واشترك في كل الغزوات ما عدا غزوة بدر مش أحد، يبقى خطأ. تعال نبص على الخريطة اللي قدامنا دي ونشوف الأرقام اللي على الخريطة ونتابع. أول رقم بيقول لي البحر. فين يا مستر البحر ده؟ أهو البحر ده، البحر المتوسط أهو. البحر ده البحر المتوسط. طيب، البحر رقم 2 اللي هو 2 انت عندك هنا اهو. البحر الاولاني اهو البحر المتوسط. البحر رقم 2 اهو، يبقى ده البحر ايه؟ برافو عليك، الاحمر. 3، المحيط. فين يا مستر المحيط؟ اهو المحيط اهو. المحيط اللي جنوب الوطن العربي، يبقى ده اسمه المحيط. ايوه برافو عليك، الهندي. بعد كده نمرة 4، المحيط. هنروح الناحية التانية اهو، غرب الوطن العربي، هنلاقي هنا في محيط اهو رقم 4، يبقى ده المحيط ايه؟ المحيط الأطلنطي. رقم 5، الدولة رقم 5 دي اللي هي الدولة دي. الدولة دي دولة ايه؟ طبعا دي دولة ايه؟ برافو عليك، ليبيا. نمرة 6، جبال. فين الجبال دي؟ الجبال دي في شمال الوطن العربي اهي. جبال في شمال الوطن العربي اهي، الجبال رقم 6، تبقى دي جبال ايه؟ برافو عليك، طروس. نمرة 7، جبال رقم 7 هنلاقيها كده في شرق الوطن العربي اهي. جبال نمرة 7 اهي، دي هتبقى جبال ايه؟ ايوه برافو، جبال زاجروس. نمرة 8، الجبال اللي فوق زاجروس بقى اللي هي الجبال دي، الجبال رقم 8 دي جبال ايه؟ جبال كردستان. نمرة 9، الخليج. الخليج اللي هو في شرق الوطن العربي ده، الخليج ده اسمه الخليج ايه؟ رقم 9 ده الخليج، ايوه العربي. نمرة 10، خليج ايه؟ رقم 10. الخليج ده الصغير اللي جنوب الخليج العربي، ده خليج، برافو عليك، عمان. نمرة 11، الخليج الرقم 11 اللي هو ده، الخليج ده اللي عند جنوب اليمن اسمه خليج عدن. نمرة 12، بحر. البحر اللي جنوب شبه الجزيرة العربية اهو، البحر ده رقم 12، البحر ده اسمه بحر العرب. نمرة 13، دولة ايه 13؟ هنبص على الدولة دي هنلاقيها في الشمال خالص في الوطن العربي اهي، الدولة اهي، يبقى دي دولة العراق، دولة العراق. طب نمرة 14، دائرة عرض، وهنلاقيها تحت خالص خالص، دائرة عرض اهي. دائرة العرض دي هتبقى
رقم 14 تحت عند الصومال كده في جنوب الوطن العربي، تبقى دائرة عرض دائرة الاستواء. نمرة 15 دولة. طب يا ترى دولة ايه دي؟ 15 اهي، دولة أكبر دولة عربية، طبعا دولة الجزائر. نمرة 16 مضيق، وهنلاقيه فوق خالص في شمال الوطن العربي اهو، مضيق رقم 16، يبقى ده مضيق جبل طارق. نمرة 17 هنلاقيه برضو مضيق، بس هنا عند جنوب البحر الأحمر، يبقى مضيق باب المندب. نمرة 18 هنلاقيه مضيق عند الخليج العربي اهو، المضيق ده رقم 18، يبقى ده مضيق هرمز. نمرة 19 دولة عربية اهي، الدولة اهي، الدولة اللي جنوب مصر دي اسمها، ايوه برافو عليك، السودان. نمرة 20 دولة تاني، ودي من اكبر دول الجناح الاسيوي، طبعا دي فيها مكة، فيها المدينة المنورة، يبقى الدولة دي اسمها السعودية. نمرة 21 دولة 21 في أقصى غرب الوطن العربي، في الجزء الغربي تحت المغرب على طول أهي، الدولة دي هي دولة إيه؟ المغرب أهي، يبقى دي دولة إيه؟ دي الجزائر أهي، يبقى الجزائر المغرب، دي موريتانيا، دولة موريتانيا. نمرة 22 دولة ايه؟ نمرة 22 دي هنلاقيها دولة في أقصى جنوب الوطن العربي أهي، عند دائرة الاستواء، اسمها دولة الصومال. آخر حاجة دولة رقم 23 هنلاقيها عند مضيق باب المندب أهي، الدولة دي دولة اليمن. بكده حبايبي نبقى خلصنا مراجعة المنهج بتاع شهر أكتوبر. نتمنى لكم الاستفادة والتوفيق والنجاح. طبعا كده يا حبايبي نبقى خلصنا مراجعة كاملة على دروس شهر أكتوبر. نتمنى لكم طبعا التوفيق والنجاح والتفوق في هذا الشهر. انتوا عارفين الامتحانات هتيجي من الإدارة، يا ريت نركز، يا ريت نراجع الأسئلة دي مرة واثنين وثلاثة. كل ما نراجع الأسئلة كل ما هنحفظها. دي مراجعة كاملة على دروس شهر أكتوبر، يا ريت نستفيد بيها. يا ريت الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من صحابكم، أكبر عدد من قرايبكم. يا ريت تشترك كمان في القناة. صفحة المستر على الفيس قدامك باسم مستر عادل شكري، قناة اليوتيوب باسم ذا بروفيسور، قناة اللي على تويتر أو على موقع إكس باسم مستر عادل شكري بالإنجليش، وده رقم التليفون في حالة التواصل. نتمنى لكم جميعا التفوق والنجاح. نتمنى لكم يا رب ان امتحانات الشهر تيجي حلوة وخفيفة، وتحلوا وتجيبوا الدرجات النهائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.